لو انت لسه بادئ تلعب بليسن قريب او عندك مشكله بيه او عايز تتعلمه، الفيديو ده معمول عشانك، لان هشرح ليسن بالتفاصيل وهشرح الحاجات اللي اتغيرت فيه، لان من 3 اسابيع تقريبا ليسن اتغير فيه شويه حاجات كده مهمه ان انت تعرفها، خصوصا لو انت ما بتلعبش بليسن بقالك كتير، فده الوقت اللي يخليك ترجع تلعب بليسن. وهنشرح الابيلتيز بالبازف اللي في ناس كتير قوي ما تفهمش البازف وبيلعبوا بليسن. هنشرح برضه الايتمز والرونز والكومبو. مبدئيا كده الحاجات اللي اتغيرت: الدبي والالت. الدبي بتاعته الأول لما كنت بتعملها على نفسك بتاخد شيلد، أو تعملها على أصحابك برضه بتاخد شيلد أنت واللي اديته الدبي من صحابك. وكان الكول داون بتاعها بيقل النص، يعني هي مثلا لو كانت 12 ثانية أو 13 لما بتعملها على نفسك أو على حد من صحابك بتاخد شيلد وبتبقى 6 ثواني أو 7 في أول الجيم. إيه اللي اتغير بقى؟ ان انت الاول لما كنت بتعملها على مينيونز او اي حاجه ما بتاخدش شيلد، دلوقتي بقت تاخد شيلد على اي حاجه انت بتستخدمها، يعني وورد وتعمل دبليو تاخد شيلد. ودي اثرت مع ليسن، لان الاول لما كنت بتبقى قدام الانمي وعايز تستخدمها تهرب بيها وتاخد شيلد في نفس الوقت ما كنتش بتعرف تعمل كده، فانت كان بيبقى قدامك حاجتين: يا اما تاخد شيلد قدامه وتفضل تتضرب، يا اما كنت تهرب وما تاخدش شيلد، خصوصا بقى لو عليك اجنايت او حاجه زي كده. فدي فرقت مع ليسن، ان انت دلوقتي بتاخد شيلد لما بتستخدم الدبليو على اي حاجه، في نفس الوقت الكول داون بتاعها ثابت 7 ثواني. الحاجة التانية الار هي إن أنت لما بتدوس على الانمي تعمل له نوك اب، وبتعمل نوك اب للي خبط فيه برضه. طب الأول لو كنت موتت التارجت كان بيقع مكانه خلاص، لكن دلوقتي لو أنت مثلا بتضرب في واحد وفي واحد وراه وأنت موتته بالار، بيروح على الانمي برضه بيزقهم وهو ميت. ودي حاجة فرقت برضه مع ليسن، خصوصا الناس اللي من ليسن هتفهم الحوار ده لأن كنت بتعاني الأول. نيجي للبازف والابيليتيز. البازف بتاعه هو ان بيخليك ترجع الانرجي وتلعب فايت طويل بليسن معاك انرجي ما بتخلص. طب ده ازاي؟ ليسن معاه 3 سكيلات، كل سكيلة بتتضرب مرتين، يعني يعتبر 6 سكيلات، اللي هو الكيو والدبليو والاي. كل حاجة فيهم بتتضرب مرتين، فانت دلوقتي لما تيجي تخش الفايت تضرب ال3 حاجات مرتين، انت مش هتلاقي انرجي يكفيهم اصلا عشان تضرب كومبو تاني بعدها، مع ان الكول داون بتاعك قليل وتقدر تستخدم السكيلات كتير. طب الانرجي بترجعه ازاي او ما تخلوش تخلص ازاي؟ بالبازف. ازاي بالبازف؟ البازف بتاعك هو ان انت بعد كل سكيله بتضربها معاك ضربتين بتضربهم باتاك سبيد 40% اتاك سبيد، وبيرجعوا لك انرجي. يعني دلوقتي اضرب كيو اوتو اتاك، بصوا الانرجي رجع. اي دبليو اوتو اتاك، الانرجي رجع. فلازم بعد كل سكيله تضرب 2 اوتو اتاك على قد ما تقدر، لازم ما بين كل سكيله وسكيله اوتو اتاك واحده على الاقل، غير كده هتلاقي الانرجي بتاعك بيتمسح. انما لو استخدمت البازف صح هتلاقي الانرجي بتاعك ما بيخلصش وبتفضل تضرب ابيليتيز كتير، وده اللي احنا بنشوفه في الفيديوهات بتاعت البرو بلايرز، ازاي بيلعبوا ليسن كويس جدا وتلاقيهم بيطيروا على الانمي، ومجرد ما بيوصلوا له بيطيروا تاني ويضربوا كومبو تاني ويفضلوا يروحوا ويرجعوا. فهو البازف اهم حاجه في الفايتس. نيجي للكيو. الكيو هي ان انت بتعمل ماركه على الانمي، تعمل دامج في البدايه، ومعاك 3 ثواني تقدر تطير على الانمي في اي وقت يعجبك خلال ال3 ثواني دول. طب ايه لازمه ان انت تطول في الكيو وما تروحش بدري؟ ان الكول داون بتاعها مثلا لو 7 ثواني، انت لو رحت بعد 3 ثواني انت كده الكول داون بتاع الكيو بتاعتك بقى 4 ثواني. وده بيفيد جدا في اخر الجيم ان انا هضرب كيو والكول داون بتاعي كتير. فانت لما بتضرب كيو، الكيو مثلا بيكون كول داونها 5 ثواني، فانا هضرب كيو وهستنى 3 ثواني وبعد كده اروح، هتلاقي ثانيه واحده والكيو هتفتح لك تاني تروح جاي مستخدم كيو تاني. في بقى تريكات في الكيو قليل قوي اللي يعرفها، هو ان انت كل ما اتش بي اللي قدامك بيقل كل ما الكيو بتاعتك تعمل دامج اعلى. عشان كده بنشوف الكيو اوقات بتيجي بدامج عالي واوقات لا. يعني دلوقتي مثلا هستخدم كيو جاب 400، تاني كيو 600، طب البتاع دي اتش بيها قل اهو، دلوقتي هضرب كيو ب 400، تاني كيو 850. ودي طبعا بتفرق كتير جدا لو انت فهمتها. تاني حاجه الدبليو بتديك شيلد، وتاني دبليو بتديك اومني فام. يعني انا دلوقتي ضربت دبليو خدت شيلد، طب هضرب دبليو تاني هستفيد ايه؟ هتاخد اومني فام اللي هو لايف ستيل لمده 4 ثواني. النسبة بتكون تبتدي ب10%، ولما بتماكس الدبليو بتوصل ل26%، ودي حاجة كبيرة جدا، لأن الأومني فام الفرق بينه وبين اللايف ستيل هما نفس الحاجة. ده بيعمل لك، ده بيرجع لك هيل وده بيرجع لك هيل. طب ايه الفرق بينهم؟ ان اللايف ستيل بيشتغل على الاوتو اتاك بس، اما الاومني فام بيهيلك على اي حاجه انت بتعملها سواء كيو اي ار حتى لو ماجيك دامج. فالاومني فام كويس جدا مع ليسن، لان انت يعتبر كل الكومبو بتاعك انت ما بتعتمدش على الاوتو اتاك قد ما بتستخدم مثلا كيو دبليو اي ار، فده برضو بالاومني فام هيرجع لك هيل، فبيفرق كتير جدا معاك. نيجي للاي. الاي هي ان هي بتعمل ماجيك دامج للدايره اللي حواليك دي. تاني ايه بقى بتعمل ايه؟ بتعمل سلو للي انت اديتهم الاي لمده 4 ثواني. يعني دلوقتي اعمل اي، تاني اي، هتعمل لهم سلو لمده 4 ثواني. في بقى حاجه مهمه برضه في الاي، هو ان انت لو ضربت اي وبعدت ما تقدرش تستخدم الاي. بصوا الاي مقفوله ليه؟ لازم تكون انت قريب منهم، يعني انا استخدمت الاي ما ينفعش اضرب الاي وانا قريب منهم، كده ينفع اضربها عادي جات لي التلاته. طب انا ضربت هنا اي وبعدت واستخدمت الاي، ما جاتش غير لده.
لازم يكونوا في رينج الاي عشان تعمل لهم سلو. اخر حاجه والار بقى دي احنا شرحناها، هي ان انت بتعمل دامج نوك وبتعمل نوك اب بتزوق الانمي، واي حد بيخبط فيه بيرفعه، ولو موتت التارجت برضه بيتشير عليهم وبيرفعه. ده اللي اتغير في ليسن. نيجي للايتمز بتاعت ليسن ونشرحها بالتفصيل. اول ايتم بجيبها هي ستاندرد سكاي، حاليا بروكن قوي. بعد كده البلاك كليفر والديس دانس، ولو في ماجيك دامج ضدك اللي هو الابيلتي باور يعني بتجيب الماو ده. وبعد كده بتجيب جارجان انجل اخر ايتم، والبوتس ماجيك ريزيست او ارمر على حسب. نشرح بقى الايتمز بالتفصيل. الستاندرد سكاي نبتدي بيها، هي بتديك 45 اتاك دامج، 400 هيلز، و10 ابيلتي هيست. الباس بتاعها ده مهم جدا ومفيد جدا مع ليسن، ان انت اول اوتو اتاك بتضربها على الانمي بتطلع بدامج اعلى وبترجع لك نسبه هيل. اول اوتو اتاك، وبعد 10 ثواني ينفع تستخدم نفس البازف على نفس الشامبيون بس يعدي 10 ثواني. ده الكول داون بتاعها. ولو قدامك يعني اكتر من تارجت اللي هو 2 3 4 تقدر تاخد هيل من كل واحد. يعني الكول داون بتاعها بيشتغل على على كل تارجت. يعني انا دلوقتي قصادي 4 هاخد هيل من هنا، هضرب اوتو اتاك هنا هاخد هيل، هضرب اوتو اتاك هنا هاخد هيل ببونص دامج كريتيكال دامج. والهيل بتاعها بيزيد كل ما اتش باك يكون اقل، يعني انت كل ما اتش باك بيقل كل ما هتاخد هيل اكتر. نيجي للبلاك كليفر، هو ان هو بيقلل الارمر اللي قدامك. الفرق بقى بين البلاك كليفر وباقي الايتمات اللي فيهم ارمر ديبيشن اللي هما بيقللوا ارمر الانمي يعني، ان البلاك كليفر الارمر اللي انت بتقلله بيقل للتيم بتاعك كمان. يعني انا لو معايا حد اتاك دامج وانا بلعب ليسن، اللي معايا ده هيدمج دامج اعلى من العادي، لان الارمر بتاع الانمي انت بتشيله منه مش بس بتقلله ليك انت. لكن باقي الارمر ديبيشن، باقي الايتمز اللي فيها ارمر ديبيشن، لما بتيجي تضرب انت دامجك بيزيد لوحدك، لكن باقي التيم بيضرب في الانمي بدامج قليل. فانت البلاك كليفر بتبقى مفيده ليك وللتيم كمان. نيجي للديس دانس، ودي ايتم مهم قوي انك تفهمها لان الباز بتاعه مهم جدا. الاول بتديك 60 اتاك دامج، 50 ارمر، 15 ابيليتي هيست. طب الباز بتاعه مهم قوي. الباز بتاعه هو ان هي بتشيل 30% من الدامج اللي بيجي لك وبيتاثر فيك برضه خلال 3 ثواني. طب انا ايه اللي يخليني اجيبها وانا كده كده الدمج ده هاخده خلال 3 ثواني؟ هقول لك بقى. هنا بقى انت بتلعب بشامبيون زي ليسن، حد بيعمل هيل حد بيعمل شيلد، ليسن مع الاثنين. فاي شامبيون زي كده بتجيب له الايتم دي بتكون مفيده معاه قوي، لان هي هتخليك مثلا لو انا دلوقتي، يعني دلوقتي مثلا خدت ضربه تاور، اتش بي ناقص بس في دامج هيجي لي برضه بصوا خلال 3 ثواني. طب انا ممكن اخد بقى دبليو واعمل دبليو واخد لايف ستيل، مش حاسس بالدامج اللي هو ال 30%. تاني حاجه، ان انت لو موتت التارجت انت بتتجاهل الالم اللي هو بيجي لك ده خلال 3 ثواني، يعني بتشيل ال 30% دول خالص، وكمان بتاخد نسبه هيل. فدي بتنفع اي شامبيون بيعمل هيل او شيلد او كده او بيطول في الفايتس، خصوصا لو في حد بيديك وان شوت. يعني انا دلوقتي بلعب ضد رينجر، لو نط عليها هيموت الايتم دي هتشيل 30%. ال 30% دول اللي هيجوا لك خلال 3 ثواني انت تقدر تتصرف في ال 3 ثواني دول يخلوك تعيش في الفايت. نيجي لرابع ايتم وهي الماو. الماو ده مفيد جدا لو انت قصادك حد بيعمل ماجيك دامج اللي هو الابيليتي باور، لان لما اتش باك بينزل 30% انت بتاخد شيلد قوي جدا، وكمان بيكون معاك 10% اومني فامب طول الفايت. مجرد ما الشيلد بيجي لك انت عليك شيلد بيشيل اي ماجيك دامج، وكمان معاك اومني فامب 10%. الاومني فامب ده بقى بيخلص امتى؟ ما بيخلص طول ما انت في الفايت، لكن لما تبعد عن الفايت شيلد خلص وكمان الاومني فامب اختفى. اخر ايتم وهي الجارديان انجل، ده بيخليك لما بتموت بتصحى تاني بنص الاتش بي بتاعك. ودي حاجة مهمة جدا ان انت تقدر تبدأ فايت للتيم بتاعك، ولو مت خلاص هتصحى تاني والدنيا تمام يعني. والبوتس بتجيبها على حسب جيم، يعني لو قصادك استناك كتير بتجيب البوتس اللي هي ماجيك ريزيست. ليه؟ لان فيها 30% تنستي. التنستي ده هو اللي بيقلل وقت الستان او السلو او اي افكت بيجي عليك. او تجيب البوتس اللي هي الارمر لو قصادك حد بيعتمد على الاوتو اتاكس كتير، لان البوتس اللي هي الارمر اللي هي دي بتقلل اي اوتو اتاك بيجي عليك بنسبة 10%. فانت لو قصادك كذا حد اتاك دامج البوتس دي مفيدة، قصادك استناك كتير الماجيك ريزيست اهم. اما جونس هي الكونكر اللي قدامك على الشاشه دي. نيجي بقى للكومبوهات بتاع ليسن وازاي الناس بتعمل فلاش ار كده بسرعه من غير ما الانمي يتوقعها، والحاجات اللي احنا بنشوفها مع البرو بلايرز. فخلينا الاول اشرح الدبليو، ازاي تعمل وورد دبليو بسرعه، عشان خاطر في ناس كتير قوي علقت على اخر كليبات نزلتها بليسن وبيسالوا ازاي تعمل دبليو وورد بسرعه من غير ما تتلخبط. مبدئيا كده لازم تفهم اول حاجه الاول الدبليو لها رينج قد ايه والوورد ليه رينج قد ايه. تمام، نفس الرينج تقريبا. طب انا دلوقتي ايه اللي بيخليني ما اعملهاش صح؟ ان انا الدبليو زي ما انتم شايفين الرينج هنا وانا بجيب الماوس بعيد عن الرينج، فانا هاجي احط وورد الشامبيون هيمشي. فانت لازم تخلي الماوس مش بعيد، تحفظ الرينج بتاع الدبليو وتخلي الوورد في رينج الدبليو. يعني دلوقتي شايفين هنا الدبليو اخر حاجه هنا، يعني دي كده اخر حاجه عند رينج الدبليو. فانا احط وورد هنا واضرب دبليو هروح له بسرعه. لكن لو انت حطيت الوورد وراه دوس دبليو هتلاقي نفسك بتمشي خطوتين والدبليو اتلغت، فده اللي بيعمل مشكله مع معظم الناس. فلازم تركز ان ايدك، ومع الوقت هتلاقي نفسك حفظت. يعني انت لو ركزت شويه مع الوقت هتلاقي نفسك حفظت خلاص رينج الدبليو،
فهتحط دبليو كده وتضرب دبليو كده وتضرب دبليو هتروح بسرعة. خلينا نعملها بقى بطريقة سريعة. دلوقتي أنا هضرب كيو هنا، هولد دبليو، ار، كيو تاني. ده كومبو تاني مثلا لو التارجت بعيد، فأنا هعمل كده، أروح عليه وأضرب كيو أوصل، وبعد كده أستخدم الإي والآر وقت الاحتياج. في بقى تركاية بالآر إن هي مثلا إن أنت مثلا تعمل فلاش كده وبعد كده تعمل آر، اللي قدامك متوقع. طب أنا مثلا عايز أوصله لهنا، أنا دلوقتي واقف هنا وعايز أوصل التارجت ده للتارجت ده. طب انا هعرف احط وورد واعملها؟ اه تقدر، بس لو اللي قدامك معاه فلاش او داش او حاجه ممكن يتحرك او يفلاش او اي حاجه يبوظ لك الدنيا. ففي بقى حاجه هنا بالفلاش ار، انت مش بتستخدم فلاش وبعد كده ار، لا انت بتدوس ار الاول بعد كده فلاش. ازاي ده؟ هوريك دلوقتي. يعني دلوقتي واقف هنا، وده انا عايز اعمل فيه الار مع ده، يعني انا عايز اعمل ار هنا اودي ده لده، بس بطريقه سريعه جدا من غير ما ده يتوقع. فبتروح جاي عامل ار بعد كده فلاش. شفتها؟ اعيدها لكم. بص، انا واقف هنا، انا هدوس ار وبعد كده هودي الماوس هنا بفلاش. بصوا، راح عليه اهو. اللي قدامك ولا يلحق يشوف الفلاش ولا يلحق يشوف وورد ولا يعرف يرياكت، مش هيلحق، مش هيتوقع. فدي اللي احنا بنشوفها في الماتشات العالميه. مش تعمل فلاش وبعد كده ار، ده خلاص انتهى. انت دلوقتي تعمل ار بعد كده فلاش اهو. انا دلوقتي هنا عايز اعمل الريد اللي عند التاور ده، هروح جاي اعمل كده. ولازم تركز ان ايدك تكون سريعه هنا، لان زي ما بقول لك انا هنا هدوس ار وفي نفس الوقت لازم اجيب الماوس هنا. في الاول ممكن تتلخبط، ممكن ايدك تروح بعيد، مش عارف ايه، بس ده مش مهم، انت بتتعلم، فخد وقتك عادي جدا. بس الاهم ان انت كل مره تتعلم حتى لو خطوه واحده. انا دلوقتي واقف هنا اهو، هضرب كده واعمل كده، رفعت التلاته بس كده. ودي كانت اخر حاجه في ليسن. ولو في حاجه ناقصه انا ما شرحتهاش ممكن تسالوني عليها في الكومنت، وشوفوا عايزيني اشرح ايه وقولوا لي اشرحه الفيديو الجاي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش بقى تشجعني بكلمه كويسه وتعمل منشن لصاحبك اللي بيلعب بليسن ويخسرك اللجام. وبستريم يوميا من الساعه 10 بالليل لحد الصبح على فيك وتيك توك، الاسم قدامكم على الشاشه. وشكرا.